بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نصور طبخة رخيصة جدا، بس فكرة كيف عملية الطبخ البخور. هذه الطبخة كلها ب3000 ريال، 3 وقيات عود ضفري ب200 ضفري، 100 عفص، 150 مسك، 50 جرام عطر مخلط رزين. طبعا هذه بنعملها طبخة. نستخدم ددست الصحون هذه، سكر 6 غلاصات. شوفوا المقاس 6 غلاصات، 6 غلاصات سكر، ونفس القلص ماء. هذا القلص نفس مقاس هذه المطيبة. تمام. 6 سكر. بعدين مع الأسئلة والاستفسار بنعلمكم. طبعا بنبدأ الطبخ مع بنت اليمن انتصار العولقي، وإن شاء الله بنبدأ الطبخ. طبعا بدأنا نصور، حطينا المسك فقط، السكر والماء والمسك، على بال ما يستوي شوية. بعد أطحن الحوائق كامل، حوائق وجهزه على بال ما تصطلح الشيرة وتجهز. أرويكم كيف تجهز الشيرة وكيف حط الحوائق. الآن بدأ يتفاور، شوفوا كيف يفور. لما يبدأ يفور ايش نعمل؟ نسكب المسك السائل، العنبر السائل والوردي، جمعنا مع بعض، سكبناه على بال ما توقع الشيرة. تمام. وجمعنا الحوايج كامل، جمعنا كله مع بعض. طحنا الضفري معه، فقط طحنا الضفري وحطيناه. والآن مستمر في النضوج. أول ما تقع يعني أول ما يقع ويجهز الشيرة، طبعا بوريكم كيف طريقة تجهيزها. يلا بدأت تقريبا تجهز، نشوف إذا جهزت ولا لا. نسكب شوية للصحن، نشوف إذا بدأت، إذا نشفت يعني تجمدت. طبعا طريقتين، طريقة إنه تعمليها كده وبس تخرجيه، تمام. والطريقة الثانية شوفي كيف بدأت تجمد. لما تحسين إنها جامدة يعني بدأت تجهز تقريبا جاهزة. شوفي كيف رطبة جاهزة. نحط الحوائج، نحط الحوائج كامل، نخلطه. خلاص الآن ينطبخ البخور. بعد ما شفنا الشيرة كيف استوت، بدأت تجمد، نجمعه كامل، نخليه شوية. هذه طريقة البخور، ما هي صعبة، سهلة جدا. خلاص الآن جاهز. نوطي لآخر، نبدأ نسكب للصحون. اوكي، نسكب للصحون، نعبي الصحون. خلاص سكبنا الطبخة كامل، نبدأ نسكب العطر. تمام. نسكب العطر بالعدل، نملي الغطاء كامل للقرص. اوكي. طبعا حطينا بكل وحدة غطاء، يبقى ينوع على عدده، من غطاء عطر. اصبحت الطبخة جاهزة، نخليها تبرد. طبعا طريقة البخور هذا. معكم بنت اليمن انتصار عولقي، والسلام عليكم.